مش كل عطر صيفي لازم يبقى حاد ويصدع. تخيل ريحة أعشاب خضراء بس متغلفة في فخامة باريسية ناعمة. عطر هيرب تروبلانت من جالان مش مجرد عطر أخضر، ده إحساس غامض منعش ومسكر بطريقة هادية جدا. من أول رشة هتحس بريحة النعناع والأعشاب كأنك في جنينة بعد المطر، وبعدها يطلع دفا ناعم يخليك مش قادر تبطل تشمه. بس السؤال الحقيقي، هل يستاهل سعره؟ وهل فعلا مختلف عن أي عطر herbal fragrance أو كولونيا تاني؟ السلام عليكم. آخر مجموعة عطور أنا اشتريتها، آخر دفعة يعني. فالعطر الأولاني اللي أنا بحبه جدا 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 وده عطر ستايل فينتج، هو عطر شيبرا كلاسيكي، والعطر ده اسمه سالومي من دار بابيون ارتيزان برفيومري. الدار دي من لندن، والعطر ده بحبه جدا. كان عندي عينة، وعلى فكرة العينة اللي كانت عندي من العطر ده كانت عينة 3 مل، وعلى فكرة لونها بقى أغمق مع مرور الوقت. ولما جيت أرش العطر ده بجانب العينة بتاعته، حسيت إن النوتات الافتتاحية الحمضية اختفت إلى حدٍ ما. فالنوتات الحمضية دايمًا بيبقى ليها فوحان وانتشار قوي في أغلب العطور، فيمكن هي حتى العينات اللي كانت عندي لأغلب عطور لوي فيتون الصيفية كانت عندي مثلًا 2 مِل أغلبهم. بعد كده بعد سنة بصيت عليهم لقيت نُص الإزازة اختفت. فالنوتات الحمضية بتتبخر والعطور بتبقى ريحتها ما فيهاش الfreshness اللي في الافتتاحية. بس بصرف النظر عن الكلام ده، على فكرة أنا باحب الافتتاحية بتاعة العطر ده جدًا، وهابقى أتكلم عنه قريب إن شاء الله. ولو تفتكروا أنا عملت قبل كده review لعطر تاني من الدار ده. على فكرة أنا تقريبًا عايز أشتري أغلب 99% من العطور دي. والعطر التاني اللي هو بانجال روج، عطر بانجال روج هو من أجمل وأحلى عطور الجورماند اللي مش سويتية زيادة عن اللزوم، يعني جورماند للكبار فقط. فالعطر ده بصراحة عشاق الجورماند وزهقوا من السكريات الكتيرة، عايز تتخرج من ريحة غزل البنات وريحة السكر، فأنصحك بعطر بانجال روج وعطر سالومي. فالعطرين دول دار نيش بحبها جدا وأدائهم قوي جدا ومحترم، فعطرين بطابع كلاسيكي. فالاتنين دول حبيت بس أوريهولكم عشان دول واحد منهم هو أحدث عطر اشتريته. والعطر التاني اللي أنا كنت هوريهولكم هو من دار ارتيزان برفيومري. ارتيزان برفيومري العطر ده اسمه منوي باريس. منوي باريس، منوي باريس يا جماعة. للأسف العطر ده يعني في كميات محدودة نزلوها في السوق. والعطر ده هقول لكم هي قصة طويلة فمش عايز أخش فيها إزاي أنا عرفت أجيب العطر ده ديليفري للبيت بتاعي في لندن، مع إن العطر ده بيتباع في مطار واحد فقط في باريس. فالعطر ده مش أغلب الناس يعرفوا يجيبوه للأسف. العطر ده هابقى أتكلم عنه قريب إن شاء الله في ريفيو تاني، هابقى أكلمكم إزاي أنا جبت العطر ده من المحل بتاعهم. يعني المحل الأوفيشال الارتيزان برفيومري عندي منهم 5 6 عطور وعندي عينات كتيرة، فعطر جميل جدا فهابقى أتكلم عنه قريب إن شاء الله. والعطر الأخير اللي أنا معايا دلوقتي عطر هايب، عطر ضجة، عطر أغلب الناس الانفلونسرز الريفيورز الناس دي كلها حبته. والعطر ده أنا بصراحة بحبه جدا، ولكن عشان أنا جربت عطور تانية قريبة منه فما
ما كنتش متحمس إن أنا أشتريه، بس لقيته سعره محترم فقُلت أجيبه، والعطر ده هو جانيميد من مارك أنطوان باروا. جانيميد طبعًا من أشهر عطور كونتون بيش، والعطور اللي هي صناعية مليانة بالأكيجالا وود، وعطر جلدي سويدي ناعم، والناس بتقول لك ريحته سفينة فضائية ومكوك فضاء والكلام ده. أنا مش عارف، أنا الكلام ده بصراحة مش عارف أفكر، لأن محدش فينا سافر الفضاء ومفيش بني آدم أصلا. يعني أنا أعلنت انشقاقي من حزب الكرويين وانضممت إلى الحزب المسطحين يمكن من 10 أعوام. الكلام ده المفروض يبقى في قناة تانية إن شاء الله. فعطر جانيميد أبقى نتكلم عنه قريب إن شاء الله. وعلى فكرة عطر يعني جالب للإطراءات بطريقة غريبة، أنا مش عارف إزاي أغلب الناس حتى اللي ما بتفهمش في العطور بيشموا الريحة دي بتعجبهم بطريقة غريبة جدا. فعطر بصراحة يستحق الاقتناء، وبصرف النظر عن كمية العطور اللي بتشبه العطر ده، مفيش حاجة زي الأصل بصراحة. أنا ما جربتش عطر بوا إمبريال، وجربت عطور تانية كتيرة مليئة بالأكيجالا وود، وبصراحة أنا زهقت من النوتة دي. وعشان كده أغلب العطور اللي أنا بشتريها في الأونة الأخيرة هي بطابع كلاسيكي، حاجة كده فينتيجي ستايل أو عطور حيوانية، ولكن ده عطر جميل جدا وأنصح بالاقتناء. الأسبوع اللي فات نزلت على مول في شرق العاصمة اسمه جون لويس، والمول ده بيبيع كل حاجة، فكل حاجة موجودة. فالدور التاني في بقى المحلات اللي هي الديزاينر، المحلات العطور عندهم كده ستاندز كده مش كبيرة قوي. فأنا رحت على أول حاجة، رحت على محل ميزون كريفالي، الستاند بتاع ميزون كريفالي، لأن كان في عطر جديد نزل، وطلبت منهم عينتين بصراحة، لأن أنا جربت أغلب عطورهم اللي هي في الأزايز الغامقة، فالعطور اللي في أزايز الشفافة أنا ما جربتهاش. فجربت أغلب العطور اللي وعندي عود مراكوجا، عندي توبروز أسترالي، وهبقى أعمل له ريفيو قريب إن شاء الله. العطرين اللي أنا طلبت عينات، وعلى فكرة العينات دي ببلاش فادوها لي ببلاش، فكنت عايز أجربهم هم دول. ماسك نوراسانا. ماسك نوراسانا هو إصدار 2026، وعندك عود ستاليون. عود ستاليون نزل يمكن من 3-4 سنين، وعشان أنا عندي عود مراكوجا وسمعت وقريت ريفيوهات كتير، أغلب الناس بتقول لك لو جربت عود واحد من ميزون كريفالي يبقى أنت جربت العود اللاين اب كله، فكلهم متشابهين متقاربين. عندك عود كادنزا، عندي عينة منه بصراحة ما تحمستش ليه. أنا اخترت عود مراكوجا من السلسلة دي عشان في تجربة مختلفة. عندك المراكوجا الباشن فروت مع العود، وكنت عايز أجرب ستاليون عشان التاني فكرني بعود مراكوجا من غير النوتات الفاكهية. فعود ستاليون من الآخر ببساطة هو ريحة كده فيها سبايسز كتيرة مع العود الجلدي الصناعي، ريحة جميلة جدا. هل أنا هشتري إزازة كاملة ولا لأ؟ مش عارف، هبقى أتكلم في الكلام ده لما أعمل حلقة كاملة لسلسلة عطور كريفالي إن شاء الله. بس العطر اللي كنت عايز أكلمكم عنه هو ماسك نوراسانا إصدار 2026. أهي العينة الأصلية من شركة كريفالي. عطر قوي جدا بصراحة، يعني لما يكون عندك كولكشن كبير جدا فأنت بصراحة مش هتحتاج أكتر من 10 مل حاجة زي كده عشان تقدر تستمتع بالعطر، وبصرف النظر بقى إذا كنت ناوي تستثمر في إزازة كاملة ولا لأ. عطر بصراحة مألوف إلى حد ما، ولكن رائحة جميلة جدا. عطر ماسك نورسانا يا جماعة بيبقى افتتاحية مشرقة ومنعشة من الحبهان والزنجبيل ونوتة البرغموت، فافتتاحية كده مشرقة وفوارة غازية،
حاجة كده effervescent، وبسرعة العطر بيتحول لقلب كده هوائي وشفاف من النوتات اللي هي الألدهايد والورد التركي مع اللبان الصومالي، وبعدها بينشف على قاعدة من الأخشاب والعنبر، حاجة كده دافية ومريحة. والألدهايدز على فكرة هتفضل معاك فترة طويلة، الريحة اللي هي الصابونية الفخمة، ريحة صابونة زهرية لونها كده بامبا، حاجة يعني بصراحة جميلة جدا. ولكن العطر ده بيفكرني بعطر existence من أمواج existence، على نفس الخط بتاع عطر ماسك نورسانا، مع ان في ناس بتقول بيفكرهم بعطر بي دي كي امباديا. على فكرة انا كان عندي عينة منه ما عجبنيش، كان مألوف جدا. انا ما بحبش اعمل redundancy، ما بحبش اشتري عطور متشابهة كتير، فعشان انا عندي عطر existence وبحب existence اكتر، فعشان كده قريبين جدا. وعلى فكرة العطار اللي عمل اكزيستنس هو كونتون بيش، شغال في شركة جيفودان، واللي عمل العطر ماسك نورسانا جايو مونتيرو تقريبا اسمه كده، هو برضو شغال في جيفودان. فالاتنين بيستخدموا نفس النوتات، نفس الامبروكسان امبو وودز والحاجات دي، فالعطرين مشابهين جدا. فالاتنين بيدوا كده الاحساس اللي هو الالدهيدك، الصابونه النظيفه المسكيه بجانب ريحه اللبان. فريحه اللبان اللي في اكزيستنس شويه اقوى، عشان كده انا بفضل عطر اكزيستنس عن ماسك نورسانا. بس لو ما كانش عندي اكزيستنس عشان غلاء سعر اكزيستنس كنت هشتري العطر ده، ده يغنيني عن ده وده يغنيني عن ده، فالاتنين ما تشتريهمش، فاشتري واحد منهم. فشوف انت بتفضل انهي من العطرين دول. حاجة بصراحة جميلة جدا النوتة اللي هي الالدهايد، بما اني بقيت احب العطور الفينتج فبعشقها بصراحة. عطر الشانيل نمبر 5 من اجمل العطور اللي انا شميتها في حياتي. وده طبعا هيبقى فيه النوتة دي، بس العطرين دول بطابع مودرن وحديث وأداء يا جماعة نووي. فشوف بقى، دايما أنا أنصح بالتجربة قبل الشراء. فالافتتاحية اللي في اكزيستنس عندك زنبقة الوادي، فافتتاحية مختلفة إلى حد ما، وزي ما قلت لكم البخور هناك أكتر شوية، واضح أكتر عن العطر ده. هنا برضو واضح بس هناك أتقل. فجرب العطرين دول وشوف أنهي فيهم يناسبك. ودلوقتي هنخش بقى على هيرب تروبلانت من جرلان. عطر هيرب تروبلانت هو إصدار 2021، والعطر ده من توقيع تيري فاسا عطار جرلين، وهو من ضمن مجموعة لاغت ألاماتييه. فمجموعة عندي منها بضعة عطور، في بعضهم التركيز اللي هو الاكس راي دي بارفام، ولكن ده هو اي دي بي او اي دي بارفام. نوتات عطر هيرب تروبلانت هي البرغموت، النعناع، المسك، الزعتر، زهرة البرتقال والروزماري. دلوقتي هرش عطر هيرب تروبلانت، هي دي البرزنتيشن. ما عنديش البوكس عشان العطر بقاله عندي فترة بصراحة. وعندك اللوجو بتاع النحلة، مجموعة اللي هي ارت ان لا ماتير. فمجموعة صراحة عطورها عجبتني، اغلبها عجبتني جدا. ونزلوا مجموعة تانية احدث شوية، عندي العينات بتاعتها الديسكفري سيت بتاعهم، ولكن هي مجموعة عطور خفيفة جدا. فاغلب العطور حسب تجربتي لدار جلان عطور خفيفة فرنسية، مش بتضايق اي حد، للناس بقى اللي هي شغاله في اوفيس سيتنج وكده وفي ناس كتيره حواليك، وعشان ما تصدعش وانت وسط الناس دي ما ينفعش ترش عطور نوويه لان كلهم هيشموا ريحتك. فهو ده عطر هيرب تروبلانت. عطر يعني حاجه قمه الانتعاش، حاجه
جميلة جدًا. العطر ده أنا عندي بُص شاريه بقى لي فترة بصراحة. أنا العطور الحمضية الfresh أنا قُلت مليون مرّة إن أنا زهقت منها، ولكن ده واحد من العطور اللي خلّاني أستغنى عن أغلب العطور دي. فبصرف النظر بقى إن أنا إذا كان عندي عطور من شركة أورتو باريزي حمضية وقوية وروائح صناعية، ده عكس الكلام ده خالص. فده من حيث الأداء والكلام ده، بس جمال الرائحة يا جماعة أنا في رأيي مستحيل يعملوا ريحة بالجمال ده والأداء بتاعها يبقى نووي. فلو كانوا عملوا عطر زي ده بالجودة العالية دي والنقاء اللي موجود في العطر ده، لو كانوا خلوه نووي كان لازم هيضيفوا نوتات صناعية حادة، حاجة كده بتنخز في مناخيرك، حاجة كده sharpness فيها حدة. فأنا سعيد إن العطر ده مفهوش أي نوع من الحاجات دي أو الكيماويات اللي هي الغريبة دي. الافتتاحية عندك النوتة الحمضية مسيطرة، وغالبا هيكونوا مستخدمين نوتة الكالابريان برجاموت أو برغموت من كالابري اللي هي بجوار جزيرة صقلية في إيطاليا، اللي اغلب عطور اكوا دي بارما عطور اللي هي بطابع الكولونيا بيستخدموا النوتة دي. والنوتة دي معروفة بالستايل اللي هو المنعش وفيه لمسة كده سبايسي مع لمسة زهرية بسيطة، واغلبها بتبقى ريحة كده فوارة غازية عاملة زي السفن اب او السبرايت. وبعد شوية ريحة اللي هي النعناع والزعتر بيبتدوا يظهروا اكتر بعد اللي هي الافتتاحية الحمضية دي الفوارة. عطر هيرب تروبلان يا جماعة طبعا مناسب للأجواء الحارة، ففصل الصيف والربيع هو ده أفضل فصل موسم للعطر ده. فأنا كمان لاحظت إن أنا بحب أرشه في الأجواء الباردة كمان، بس مش وأنا خارج، لأ لما أطلع من الشاور لو شفتش ذرة من الضوء الشمس بحب أرش عطر زي ده. حاجة كده بتديني انتعاش وريحة كده نضيفة، نعناع بقى وزعتر والروزبري ليمون والكلام ده، حاجة بطابع الكولونيا بس ما فيهاش أي حاجة حادة. فريحة بصراحة سهلة جدا، سهلة جدا إن هي تكون استخدام يومي. ريحة في رأيي ذكورية أكثر ولكن هي للجنسين. عطر هيرب تروبلان يا جماعة عيبه الوحيد هو الأداء والانتشار بتاعه، فعطر على جسمي بيقعد 3 4 ساعات بالكتير بعديها بابقى عايز أرشه تاني. فلو أنا في البيت بابقى مش محتاج أرشه، بس أنا لو برّه في الصيف وكده بابقى عايز أرشه تاني، فخاصةً في الشتا كمان بيبقى بصراحة بيختفي على طول. فأنا عارف إن في influencers في قناة معروفة جدًا fragrance flan عامل hype كبير جدًا للعطر ده، فبصراحة هو عنده حق من ناحية جمال الرائحة، ولكن الأداء خاصةً لو ميزانيتك محدودة وعايز عطر على الخط ده ويمكن أداء قوي جدًا، ريحة صابونية، هو عطر Imagination من لوي فيتون. في رأيي ده أجمل من حيث الرائحة، ولكن هناك Imagination الأداء بتاعه قوي جدًا. فدي نقطة لازم تفكر فيها. ولو بقى ميزانيتك مفتوحة فأنت هتجيب لك 3 4 أزايز من ده وبصراحة عمرك ما هتشوف Imagination. إنما بالنسبة لي أنا شخصيًا Imagination هو قيمة أفضل مقابل السعر اللي أنا بادفعه فيه، فعشان الأداء بتاعه كويس جدًا. وأنا شخصيًا يا جماعة شايف إن الDNA ده DNA بصراحة مشهور، معروف، متواجد بكثرة. في عندك عطور الأكوا دي بارما، عندك عطور 4711، عطور كتيرة جدًا عملت DNA الكولونيا. فهو DNA كولونيا 5 خمسات DNA معروف جدًا يعني انتشر 1709. فإن هم يخلّونا ندفع أسعار زي دي في عطور فيها الDNA ده بصراحة حاجة أنا لا أتّفق معاها بصراحة. وكمان حتى التركيز بتاع العطور دي مش عالي، هي عاملة زي eau de cologne مع إن ده بيقولوا عليه eau de parfum، بس عشان أداؤه
3 4 ساعات، فمش عارف إزاي التركيز بتاعه eau de parfum، بس الله أعلم. عطر Herb Blend وImagination يا جماعة هي عطور بطابع الكولون، عطور يعني تكنولوجيا بقى لها 300 سنة، 1709 أول كولونيا طلعت، فأنا شخصيًا باحس إن الأسعار بتاعتها مُبالغ فيها، المفروض ما ندفعش الأسعار دي في عطور، خاصةً ده إن أداؤه مش قوي إلا إذا كان ميزانيتك مفتوحة، هيبقى عندك 10 أزايز من ده. فحتى Imagination بصرف النظر عن أدائه القوي، الDNA الstyle mass appealing حمضي منعش كولونيا معروفة، فأنا في رأيي صعب جدًا إن أنا يعني أتفق مع الأسعار دي، فقولوا لي رأيكم إيه لو جربتوهم. لو عندك طبعًا ميزانية مفتوحة الكلام ده مش هيفرق معاك، بس أنا شخصيًا شايف إن الأسعار دي مُبالغ فيها بطريقة فظيعة، فقولوا لي لو جربتوا العطر ده Herb Blend من Guerlain، قولوا لي أنهي أكتر عطر بتفضلوه ده والّا Imagination؟ من حيث جمال الرائحة أنا اخترت ده، من حيث الأداء والقيمة هو عطر Imagination أكيد هو اللي هيكسب. وأنهي أكتر عطر بتفضّلوه من مجموعة الArt Lamatier؟ عندي هنا بتاع 4، 5 عطور عندي في المجموعة بتاعتهم كلّها، يمكن 10 عطور. ولو أول مرّة تشوفوني اعمل like وsubscribe وshare وفعّل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.